السلام عليكم وصباح الخير. كيف ننسى من هجرنا؟ الهجر هو ما ينوب عن الزعل والعتب والغضب، لكن في الحقيقة قد يكون الهجر حفاظا على الشخص القريب أن يكون قريبا في قلبك، حفاظا على بقايا الحب، حفاظا على بقايا المدة، فأنا أبعده كي لا أخسره. رب هجر يكون من خوف هجري، وفراق يكون من خوف فراقي. دائما نتساءل من الهجر اللي يحصل أحيانا في فصل، في الانفصال أو في فترة الخطوبة أو انتهاء علاقة جميلة تربطنا بالأصدقاء، يحصل حزن كبير جدا داخل النفس وفقد. كيف نتجاوز هذا التحدي وهذا الإشكال النفسي الكبير؟ هناك بعض صيغ التفكير التي قد تساعدك على تجاوز هذه الإشكالات. الأولى، علينا أن نؤمن بأن رحيل أي شخص عن حياتنا خير قد كتبه الرحمن. ألسنا ندعو في رمضان وقنا شر ما قضيت؟ ربما يكون من أقدار الله الطيبة التي نراها شر لكن بداخلها خير، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الأمر الثاني، عش حاضرك. يا رفيقك غادرك، عليك أن تواجه هذا الواقع بشجاعة. الشجعان وحدهم من لا يخشون المواجهة. الشجاعة خيارك الوحيد يا صديقي. الأمر الثالث، يجب أن تؤمن بأن من تركك هو من خسرك، أنت لست سلعة. الأمر الرابع، تأكد أنك إنسان محبوب، والدليل أن 99% الناس يحبونك. إذا جاك نصف في المية 1% من علاقاتك يكرهك إنسان، أو فلان لا يحبك، فهذا دليل أنك لست غير محبوب، بل أنت محبوب. والدليل أن 99% يحبونك أو أناس حياديين. فدائما ركز على الشيء الإيجابي واترك الشيء السلبي. الأمر الخامس، اكتب الأشياء التي لا تعجبك في الشخص الآخر، فبالتركيز على الأشياء السلبية في الإنسان الذي هجرك يجعلك تبتعد عنه بقناعة ولا تحبه وتحمد الله أنه ابتعد عنك. الأمر السادس، تعلم كيف تحب نفسك، استمتع بتدليلها، حافظ على بريقك، تعلم أشياء جديدة وخذ تجارب جديدة ومارس الرياضة. لن يبقى في النهاية إلا نفسك. الأمر السابع، انشغل بأحبتك وأسرتك وأصدقائك الذين هجرتهم من أجله. بقاؤك وحيدا سيزيد وجعك وألمك، وانشغالك بهم ومعهم سيخفف عنك وطأة الفقد. اعمل وثابر وقاتل في هذه الحياة. نجاحك وحده هو الذي سيجعلك تكسب مزيدا من الأحبة والسعادة والانتصارات. وسكونك وجلوسك للحزن لن يمنحك سوى الهزائم والذكريات السيئة. صباحكم تجاوز. الحمد لله.